بيبدأ الفيلم مع تشارلي. الراجل ده عبقري في الكمبيوتر، حاجة كده مش طبيعية خالص. كان قاعد في الجراج بتاعه بيظبط ويعدل في الطيارة بتاعته اللي مراته سارة كانت جايبها له هدية في عيد ميلاده. فجأة سارة جت وقالت له انها مسافرة لندن علشان عندها مؤتمر شغل، عزمت عليه يجي معاها مرة تانية، بس هو قال لها لا والله عندي شغل كتير ودماغي مصدعة. بعدها بشوية تشارلي وصل المقر بتاع المخابرات الأمريكية ودخل على القسم بتاع فك الشفرات والتحاليل وعدى على كل الأجهزة الأمنية اللي هو بنفسه صممها واخترعها. وصل لمكتبه وفجأة جات له رسالة من واحد غامض اسمه إنكولاين، وده بيتعامل معاه بقاله سنين، وزي كل مرة إنكولاين عنده معلومات سرية وصناديق سودا عايز يبيعها. بس المرة دي إنكولاين حذره وقال له خلي بالك الورق ده هيدخل CIA في مشاكل كبيرة. تشارلي قاعد يخمن هو ممكن يكون فين، فقال اسطنبول، ولكن إنكولاين طنش وما ردش. بعدها تشارلي حاول يحلل الداتا اللي وصلته، بس الغريب ان حتى هو اللي ذكي قوي معرفش يفك الشفرة. بعد بريك الغدا تشارلي رجع مكتبه وجاله تليفون من سارة اللي قالت له انها وصلت لندن، بس هو اساسا كان عارف لانه كان بيراقبها خطوة بخطوة. ما تكلموش كتير لانه كان هيموت ويرجع للورق الغامض ده، وبما انه معرفش يفك الشفرة خد الكمبيوتر بتاعه وراح على منطقة محظورة. المنطقة دي فيها سيستم متطور جدا ساعده يخلص الشغل ده بسرعة. قعد شوية بس في الاخر قدر يفتح المعلومات اللي في الملفات، واللي لما شافها اتصدم صدمة عمره، لان دي كانت ملفات حكومية سرية جدا بتكشف ان في ضربة طيارة بدون طيار تم تجميلها على انها عملية انتحارية ومخبيين عنها. كان في اخبار بتقول ان 150 واحد ماتوا، منهم قوات خاصة فرنسية وجنود دنماركيين، والمصيبة الاكبر ان العملية دي كلها كانت متظبطة عن طريق الرئيس مور اللي هو مدير تشارلي نفسه. بالليل تشارلي حاول يتصل بسارة بس هي ما ردتش، فسجل لها رسالة صوتية. تاني يوم الصبح تشارلي وصل المكتب واتفاجئ بمور مستنيه. مور خده وراحوا المكتب اوبراين اللي لسه مستلمة الادارة جديد. هي قالت له ان حصل هجوم ارهابي في لندن وسارة كانت من ضمن الضحايا. تشارلي ما صدقش وحاول يتصل بسارة، فمور شغل التلفزيون ووراله الاخبار. المذيعة كانت بتوصف ان 4 ارهابيين اقتحموا الفندق وخدوا 4 رهائن وقتلوا 2. بعدها مور ورى تشارلي فيديوهات المراقبة بتاعة الفندق اللي وضحت كل الفوضى اللي حصلت، واكدت ان سارة بجد كانت من الضحايا. لما تشارلي رجع البيت لقى عشرات الصحفيين مستنيين عشان ياخدوا منه تصريح. الشرطة كانت بتحاول تبعدهم، وواحد من اصحابه ساعده يدخل البيت من غير ما حد يضايقه. تاني يوم تشارلي واجه مور، وكليب اللي هو المشرف بتاعه كان عنده شكوك قوية قوي في اللي حصل، مش مصدق ان الارهابيين دول قدروا يتسللوا قدام الاف الكاميرات الامنية في لندن، ده غير الزحمة. مور وعدوا انهم هيحققوا في الموضوع ده، وكليب رجعوا البيت. بعدها بيوم تشارلي راح المطار عشان يستلم جثة سارة وحاجتها. في البيت وهو بيدور في الشنطة بتاعتها لقى الهدية اللي سارة كانت جايبها له، فانهار خالص وقعد يعيط. زهق من قعدة البيت فرجع للشغل، واستخدم جهاز الكمبيوتر بتاع المنطقة الممنوعة علشان يهكر كاميرات المراقبة في الفندق والشوارع اللي حواليه. جمع سلسلة زمنية للأحداث وراها لمديرينه. الإرهابيين الأربعة دول سرقوا عربية من منطقة اسمها الإيست إند، بعدين دخلوا الفندق من باب الخدمة ونظفوا كل بصماتهم والDNA بطريقة احترافية. الظاهر إن كان عندهم اجتماع مع شركة اسمها إمباكت انفستمنتس من إندونيسيا، ولكن حاجة غلط حصلت وخناقة بدأت في الممر. واحد من افراد الامن بتاع الشركة اتعصب، فواحد من الارهابيين ضرب طلقة قتل واحد من الحراس وساب التاني حالته خطرة. امن الفندق عرفوا على طول وبلغوا الشرطة. الارهابيين كانوا عايزين يهربوا من المبنى من غير ما حد يمسكهم، فدخلوا قاعة المؤتمرات وخدوا رهائن. سارة اتخطفت علشان حاولت تساعد ناس تهرب. تشارلي عمل تحليل صوت ووشوش وقدر يعرف مين الارهابيين الاربعة دول. واحد اسمه ميشكا من موسكو، وواحد من القوات الخاصة في جنوب افريقيا اسمه لورانس، ومرتزق اسمه هوست، وظابطة مخابرات سابقة اسمها جريتشن. تشارلي لاحظ ان كليب ومور مفيش اي رد فعل منهم، ففهم ان دول كانوا عارفين كل ده من الاول. قالوا لتشارلي انهم شغالين على الموضوع ده وبعتوا له دكتور نفسي. تاني يوم تشارلي حط شريحة ذكية في الهوية بتاعته وعدى من الامن من غير ما الاجهزة تلقطها. في مكتبه طبع كل الملفات السرية واستخدم جهاز قراءة على الطبعة علشان يعمل نسخة رقمية منها. بالليل تشارلي راح لبار وقعد يبص على صندوق الاغاني اللي هناك. تشارلي واجه المديرين تاني والملفات اللي طبعها معاه، حكى لهم على كل العمليات القذرة بتاعت مور، زي ما ضرب مستشفى في سوريا وهجم على قاعدة حلفاء في اليمن موتت آلاف المدنيين. هددهم انه هياخد كل ده للمديرة اوبراين، وكشف انه شغل نظام اسمه مفتاح الرجل الميت، بمعنى انه لو ما دخلش كود معين كل 5 ساعات الادلة دي هتتبعت لكل وكالات الانباء المهمة في العالم.
في المقابل علشان يسكت تشارلي طلب تدريب كامل من CIA وجوازات سفر مزورة وفلوس كاش ومسدس ومعلومات عن اللي قتلوا سارة. بعد الاجتماع ده تشارلي راح لعربيته وقعد يرجع من كتر التوتر اللي فيه. في المكتب مور قال ان مفتاح الرجل الميت ده كدبة، ولكن كليب قال ما ينفعش نجازف. قالوا انهم هيدوروا على الزرار بتاع النظام ده، ولو طلع فعلا كدبة ممكن يدبروا له حادثة موت في التدريب. بعد فترة كليب وفريقه حاولوا يفهموا تشارلي ازاي نسخ الملفات السرية دي. ناقشوا احتمال انه ممكن يكون استخدم جهاز قراءة واللي ما بيشتغلش على اجهزتهم المتأمنة بس ممكن يشتغل على طبعة. قالوا ان تشارلي ممكن يكون بعت الملفات للطبعة واستخدم شريحة مغناطيسية عشان ينسخ البيانات. لما فتشوا في كاميرات المراقبة اكدوا ان تشارلي اشترى شريحة مغناطيسية من محل، ولكن لسه معرفوش ازاي دخلها وطلعها من المبنى. الفريق كمان فتشوا بيت تشارلي، وفي الاخر اكتشفوا انه راح بار معين مرتين. راحوا للبار عشان يفتشوه ولقوا CD الاغاني فرقة آبا تحت صندوق الاغاني. كليب اختار الCD ده من قائمة الاغاني بس ما طلعش غير دوشة، فخدوا الCD اللي تشارلي سابه وراه. في نفس الوقت تشارلي وصل لمركز تدريب تابع للCIA وقابله هناك العقيد هندرسون. بدأوا بميدان الرماية بس للأسف تشارلي طلع مش شاطر في الرماية خالص. كان لازم يقرب قوي من الهدف علشان يضرب في المكان الصح، ولكن في صناعة القنابل تشارلي كان شاطر وسريع جدا لدرجة أبهرت هندرسون. بعدها تشارلي كان لازم يتعلم هويته الجديدة، فهندرسون قعد يضايقه ويرميه يمين وشمال عشان تشارلي يقدر يحفظ معلوماته الجديدة حتى تحت الضغط. وفي الآخر خلصوا جوازات السفر الجديدة. بالليل هندرسون راح لغرفة تشارلي وقال له انت مش قاتل، بس تشارلي صمم انه عايز ياخد حق مراته. هندرسون طلع مسدس واداه تشارلي وطلب منه يصوب على صدره. ايدين تشارلي فضلت ترعش وما قدرش يضرب ونزل المسدس. في المكتب العملاء قضوا ساعات طويلة بيفكوا شفرة المعلومات اللي على الCD لحد ما اكتشفوا ان تشارلي كان بيكذب بخصوص نظام مفتاح الرجل الميت. بلغوا مديرينهم فورا وهم ما يعرفوش ان تشارلي كان بيتجسس عليهم. طلع ان الشريحة اللي حطها في الهوية بتاعته كانت جهاز تنصت. زرعوا في الملفات اللي اداها لمديرينه. مور اتصل بهندرسون فورا وقال له يمسك تشارلي، بس تشارلي كان هرب اساسا. بعد ما قفل الخط مور شاف جهاز التنصت في الملفات واتصل بتشارلي مباشرة وقال له ان اللي عمله ده خيانة. فتشارلي رمى السماعة بتاعته قبل ما يطلع الطيارة. اول ما تشارلي وصل لندن عدى من الجمارك وبدأ طريقه لباريس. جواز سفره المزيف بان على كمبيوتر الCIA فمور بعت هندرسون وراه. في باريس تشارلي أجر أوضة فندق قريبة من المطعم اللي جريتشن بتطلع فيه. في الآخر هي طلعت وقرب منها كفاية عشان يبدأ يتتبع تليفونها. تشارلي بعدها قضى اليوم بره عمارة جريتشن واستنى لحد ما هي طلعت. لما واحد من السكان طلع استغل الفرصة ودخل. بعدين اتبع فيديو على النت عشان يفتح قفل شقة جريتشن. تشارلي بدأ يفتش الشقة وخد صور لجدول مواعيد جريتشن ولقي كمان مسدس في الدرج فقرر ياخده معاه. في اللحظة دي جهاز التتبع بتاعه حذره ان جريتشن راجعة، فجري على السلم عشان يستناها. بس لما هي في الاخر رجعت البيت ما قدرش يدوس على الزناد، اتغاظ قوي ورجع للفندق بسرعه وكأن ساره مستنياه. بعد ما هدي بص كويس في الصور وعرف ان جريتشن بتروح المستشفى كتير. لما هكر تاريخها الطبي اكتشف ان عندها حساسيه. الصبح بدري تشارلي اشترى ورد كتير قوي. بعدين استنى في الكافيه لحد ما شاف جريتشن وتابعها للمستشفى. جريتشن كانت بتعمل فحوصات بس الدكتور لاحظ ان شاشه الكمبيوتر فيها عطل فساب الاوضه عشان يطلب مساعده. تشارلي دخل متنكر في زي دكتور وقفل على جريتشن جوه الجهاز. هي بدأت تتجنن ولكن تشارلي طنشها وقعد يملى الأوضة بحبوب اللقاح. الدكتور والممرضة سمعوا الدوشة بس الباب كان مقفول عليهم هم كمان. جريتشن بدأت تضعف بسبب حساسيتها وتشارلي قال لها انه هيساعدها لو قالت له هوست فين لان هو اللي ضرب سارة بالرصاص. الحساسية ما خلتش جريتشن تقدر تتكلم فتشارلي فتح الجهاز بس جريتشن زقته على الترابيزة وبدأوا يتخانقوا في الأوضة كلها، يرموا واحد على التاني في كل مكان في الأوضة. تشارلي طلع مسدسه لكن جريتشن وقعته وفتحت الباب وهربت في الآخر. تشارلي بيأس اتبعها للشارع بس قبل ما يقدر يضرب عربية خبطت جريتشن. تشارلي اتصدم من المنظر بس غصب على نفسه قرب علشان ياخد تليفونها. بعدين جري ورمى البلطو بتاع الدكتور في الزبالة وفي الفندق غسل كل الدم اللي عليه ولم شنطته. بالليل راح محطة الأتوبيس واشترى تذكرة لمارسيليا. بعدها بشوية خبر موت جريتشن وصل للCIA. أوبراين سألت مور على الموضوع ده وهو قال لها ان جريتشن شكلها اتقتلت على ايد واحد منهم. بالليل تشارلي راح لبار وقعد يشرب كتير عشان ينسى احساس الذنب بسبب موت جريتشن وافتكر انه شاف سارة بترقص بس لما قرب لقى انها واحدة شبهها. بعدين تشارلي لاحظ هندرسون بيقرب منه فتوتر وقعد يزق في الناس لحد ما قدر يطلع من البار وجري
وجري في الشوارع لحد ما لقي بار تاني يستخبى فيه. هندرسون تابعه هناك كمان، فتشارلي جري للحمام وقفل الباب. للاسف مفيش شبابيك هناك، فتشارلي ملوش حل غير انه يطلع. انضم لهندرسون في البار وعرف انه لقاه عن طريق تتبع تليفون جريتشن. بعد كلام سريع تشارلي ورى هندرسون تايمر على تليفونه وجري بره قبل ما قنبله تنفجر في الحمام. الدنيا اتقلبت في البار وهندرسون معرفش يشوف تشارلي، وجهاز التتبع اللي على تليفونه بطل يشتغل هو كمان. الصبح تشارلي اتصل بإنكولاين علشان يطلب مساعدتها، وسافر على طياره شحن لتركيا. في اسطنبول راح مطعم وبعت رساله لإنكولاين. لاحظ تليفون راجل بيرن، حاول يقرب منه بس واحده وقفته وقالت له يبص في تليفونه. بعدين تشارلي طلع من المطعم والست دي قربت منه تاني واكدت انها إنكولاين. هي كانت عارفه بموضوع مراته فخلته يشيل الكاب بتاعه وشنطته في شنطه السوق. إنكولاين عايزاه يعمل نفسه بيتسوق شويه ويقابلها في جراج. بعدها بشويه تشارلي قابلها تاني وهي خدته لبيتها، وهم في الطريق إنكولاين حكت له انها بقت هاكر من 6 سنين بعد ما جوزها مات. هو كان عميل للCIA وبيشتغل للمخابرات الروسيه، وفي الحقيقه هو كان إنكولاين الاصلي وعلمها كل حاجه. القصه الرسميه بتقول انه وقع من شباك بالصدفه. لما وصلوا لبيتها إنكولاين قالت ان ده المكان الوحيد اللي قدرت تقعد فيه اكتر من 3 سنين، واعترفت انها تعبت من الهروب، وقالت له لو الروس جم يدوروا عليها معاها مسدس تدافع عن نفسها. بعدين بداوا يتكلموا عن القضيه. هوست هو الزعيم المسؤول عن توظيف المرتزقه المور. لورانس تاجر سلاح، فإنكولاين عرضت انها تعمل نفسها بياعه سلاح علشان تتصل بيه. واخيرا مشكا اللي بيسافر كتير وبينشر كل حاجه على الانترنت. بصوا في الصور كويس ولقوا ست معاه. تحليل الوشوش دلهم على حسابه في الانستجرام واكدوا انها في اسبانيا. تاني يوم كليب قال لفريقه يفضلوا يتابعوا الارهابيين علشان يلاقوا تشارلي. اوبراين قابلت مور وقالت له انها عايزاه يبطل يعمل عمليات سريه من غير اذنها. مور قال لها ان اللي قبلها قالت نفس الكلام، فهو هيقول لها نفس اللي قالوا ليهم. وبعدين قال لها ان عنده دعمها الكامل. بعد الاجتماع اوبراين ركبت عربيتها ومساعدها وراها صور لهندرسون في اسبانيا. اتاكدوا ان مور هو اللي بعته، فاوبراين بعتت واحد من عملائها وراه. في نفس الوقت تشارلي وإنكولاين لقوا مشكا عن طريق تهكير كاميرات المراقبة بتاعة الفندق. تشارلي بعدين سافر لمدريد ونزل في نفس الفندق. عرف ان مشكا بيحب يسبح في حمام السباحة اللي بيربط بين عمارتين من فوق السطح. في نفس الوقت هندرسون تتبع تشارلي في المنطقة. تاني يوم تشارلي بدأ يعمل جهاز هيساعده يمسك مشكا وحطه جوه الفندق. بعدين اتبع مشكا لحد البار وهو مش منتبه ان هندرسون كان في صالة الاستقبال. تشارلي شاف راجل شكله مريب في البار وعرف انه شافه من فترة، وده معناه انه متراقب. قال لإنكولاين عن طريق السماعة بتاعته، وهي دورت على وشه واكدت انه عميل CIA. وشافت هندرسون على الكاميرا وقالت لتشارلي يوقف الخطه، بس هو صمم يكمل. لما مشكا راح لحمام السباحه تشارلي واجهه وساله هوست فين، وقال له لو ما اتكلمتش حمام السباحه ده هيتدمر. مشكا ما صدقهوش وبدا يسبح بعيد، فتشارلي داس على زرار والازاز بدا يتشقق. مشكا قعد يسبح اكتر بس كان فات الاوان. الازاز اتكسر ووقع ومات والميه غرقت الشارع. بعدين إنكولاين حذرت تشارلي ان هندرسون والعميل التاني قربوا واديته اتجاهات عشان يهرب. حصلت مطاردة وهندرسون كان على وشك يمسكه، بس في اللحظة دي العميل التاني هجم على هندرسون وقعدوا يتخانقوا في أوضة الغسيل. تشارلي قعد يبص وهم بيرموا واحد على التاني في الأوضة، وهندرسون حط راس الراجل في الغسالة. العميل طلع مسدس وضرب هندرسون، بس هندرسون خطف المسدس وضربه بيه. بعدين تشارلي دخل جوه واحتار اذا كان يساعدهم ولا لا، ولكن إنكولاين فكرته انه لازم يجري. تاني يوم اوبراين جابت مور لمكتبها وسالته على تشارلي. مور قال ان تشارلي في اجازه حداد، وهي قالت له يمشي قبل ما تكشف ان معاها فيديو من الفندق. في نفس الوقت كليب وفريقه كانوا بيبصوا على نفس الفيديو وفهموا ان تشارلي كان معاه مساعده. بصوا في محادثات تشارلي المشفرة وفي الآخر لقوا الرسائل من إنكولاين. بعد بحث طويل اكتشفوا ملف العميل اللي مات واللي كان معروف باسم إنكولاين، وخمنوا إن مراته هي اللي كملت مكانه. بالليل تشارلي وإنكولاين اتفقوا يناموا جنب بعض بس عشان يتونسوا، ولكن بيصحوا على صياح طيور إنكولاين وشافوا كام عميل بيقربوا على كاميرات المراقبة. الاتنين جريوا فورا من نفق مستخبي في الحيطة، وهم بيطلعوا تشارلي شاف طيارة بدون طيار في السماء. لما دخلوا عمارة تانية الاتنين قدروا يكملوا ويطلعوا من الحي قبل ما العملاء يدخلوا البيت. الكمبيوتر كان بيمسح كل الملفات فما بقاش فاضل حاجة ليهم. بعد ما جريوا للشط الاتنين وصلوا لعربية إنكولاين وشافهم الدرون. بعدها بشوية العملاء جريوا وراهم
وراهم بضرب نار قوي وحتى تبعوهم بقارب. بعد مطاردة طويلة العملاء قدروا يدمروا العربية لدرجة انها وقفت وانكولاين اتصابت اصابة خطيرة جدا. تشارلي ملوش حل غير انه يزق الجثة على الكرسي التاني ويمسك الدركسيون علشان يقدر يكمل سواقة لحد ما في الاخر يهرب من اللي بيطاردوه. بعدها ساب العربية في الجراج وحضن انكولاين وودعها. تاني يوم تشارلي اتصل بلورانس وعمل نفسه تاجر سلاح علشان يحدد معاه ميعاد. بعدين تشارلي اشترى الكترونيات جديدة وسافر لرومانيا. في مبنى مهجور سجل وشه وهكر كاميرات امن في برلين علشان CIA تفتكر انه في برلين وتبعت ناسها هناك. لما لورانس وصل في الاخر لقي تليفون بيرن على كرسي، فتشارلي قال له يبص جوه الصندوق، ولورانس لقي شويه قنابل لو اتحرك هتنفجر. لما لورانس شاف صوره ساره في الصندوق تشارلي طلع وراه وساله عن مكان هوست ووعده انه هيوقف القنابل لو اتعاون. لورانس شرح ان هو بيشتغل في البحريه الروسيه وعاده بيستلم الشحنات في ميناء البحر. تشارلي بعدين ساله ازاي يتواصل مع هوست، فلورانس قال ان بتجيله رسايل بس عن طريق اكواد سريه من الرجاله وكل الارقام والاسماء على تليفونه، ورمى التليفون على الارض. وبعد ما تشارلي خد التليفون سمع القنابل بتقتل لورانس في الاوضه الثانيه. بعدها بشويه CIA وصل لها خبر موت لورانس في رومانيا وفهموا انهم كانوا بيبصوا على فيديوهات مزيفه. بعدها في فندق روسي تشارلي تخيل ساره معاه وفتح الهديه كانت لعبه الغاز وقدر يحلها بسرعه وكان جواها رساله حلوه من مراته. والصبح تشارلي قرب من المركب وواحد ضربه من ورا فوقعت هديه ساره منه، وتشارلي اتاخد على اليخت وهناك قابل هوست في الاخر. وهوست كان شاف القنبله اللي تشارلي حطها من فتره. هوست لاحظ ان تشارلي قتل الباقيين بطريقه غير مباشره وبيفكر انه مش هيقدر يعملها وجها لوجه، فادى لتشارلي مسدس وطلب منه يصوب على صدره. ايدين تشارلي فضلت ترتعش وما قدرش يضرب وحط المسدس على الارض. فجاه اليخت بدا يدور في الاتجاه المعاكس والطاقم اتلخبط خالص، فتشارلي كشف ان هو اللي سيطر على اليخت واللي كان تابع للCIA، وبما انه اشتغل على البروتوكولات اللي بتحمي اليخت ده كان سهل عليه هكروا ويبعته لفنلندا. بعدها بشويه اليخت اتحاوط من البحريه الفنلنديه والانتربول واللي مسكوه هو ورجالته فورا. بعد فتره اوبراين عملت مؤتمر صحفي علشان تعلن انهم مسكوا كل العملاء الفاسدين اللي كانوا بيستخدموا موارد الCIA في نشاطات غير قانونيه. هندرسون قرب من تشارلي وقال له انه فخور باللي عمله. بعد ما زار قبر ساره تشارلي رجع البيت وفي الاخر ركب الطياره بتاعته علشان ياخد بيها لفه. وبيخلص الفيلم ده لحد هنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديوهات تانية زي دي، وشكرا للمشاهده. سلام.